والله لو عشت. ولذا ما أريد أجيب الأسماء، بعض الفقهاء حار واقعا وموجودة الفتوى، قلت لك ما أريد أجيب الأسماء، قال هذولاك اللي عندهم 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار، هذول ما ثابت عليهم إلا في الصلاة مغرب وعشاء واحدة، ب6 أشهر يصلون فد مغرب وعشاء. ليش؟ لأنه اللي ثبت عندنا شرعا في الليل، احنا كم صلاة واجب عندنا؟ 2. بعد ما عندنا هذا تغير الليل عليه أو لم يتغير؟ لم يتغير عليه. إذا 6 أشهر يصلي شنو؟ فد مغرب وفد عشاء، خلصت القضية. وإذا صار النهار سنة فعليه أن يصلي شنو؟ فد ظهر وعصر، خلص سقط التكليف، لا تسقط الصلاة بحال. هو ما تصلى مسكين، لأن الشارع أوجب عليه في النهار صلاتين وفي الليل صلاتين. هسه هذا الليل هو طال، صار بدل 16 ساعة صار 9 أشهر. هو مشكلته لو مشكلة الطبيعة، هو ايش عليه؟